أهلا بيكم في حكاية بالبلدي. النهاردة هنتكلم عن ترند حصل الكام يوم اللي فاتوا دول بتاع الصحفي المذيع نزار الفارس اللي هو العراقي الجنسية مع الفنانة أو الراقصة سما المصري. هي اسمها الحقيقي سامية أحمد عطية عبد ربه، من مركز هي محافظة الشرقية. هي من مواليد سنة 1976، يعني هي حاليا عندها 49 سنة. خريجة كلية آداب قسم إنجليزي جامعة الزقازيق. اتخرّجت من الجامعة، وبعد كده اتنقلت لوحدها إلى القاهرة، واشتغلت في أحد البازارات، وبعد كده اتجهت لمجال الإعلانات والرقص، وبعض الفنانين دخّلوها، أو بعض المنتجين دخّلوها مجال التمثيل. هي لسه خارجة من السجن، قضِّت لمدة 3 سنين ونُص، وبعد كده طلعت، وبعد كده رجعت دخلت تاني لمدة سنة. وهي ده اللي قالته في الحديث مع نزار الفارس، وقالت إن ريهام سعيد ليها يد في دخولها السجن. وبرضه قالت إن المستشار مرتضى منصور نازل لها عن 21 قضية كان رافعهم عليها، كان ممكن يدخّلها السجن وهو اتنازل. وده طبعًا يُشكر فيه المستشار مرتضى منصور، الله وكيل يعني. إنما هي دخلت المجال بتاع الفن دخول غلط، لإن دخلت بطريقة العُري والابتذال واللبس زي اللانجيري مثلًا، وتطلع بيه في مشاهد على اليوتيوب، أو في الأغاني اللي هي كانت بتقدّمها. وهي حاليًا أعتقد من حديثها مع نزار الفارس اللي هي هتبدأ تغيّر فكرها، وتبدأ ت تتدخّل في مواقف تانية في التمثيل، وربنا يهديها، وربنا يدّي كل واحد على قد نيّته برضه. لإن هي برضه قالت إن كان في أحد المنتجين كان هيدخّلها في فيلم، وعرض عليها علاقة وهي رفضت. وده برضه هي قالت أنا كنت في احتياج للمال ولكنّي رفضت. وهي بتقول الكلام ده، فالله أعلم بقى إذا كانت هي صادقة أو بتكدب. عمومًا لو في أي حاجة عن أي فنان عايزين نتكلم عنها، يا ريت تبعتوا لنا في التعليقات. وده كان ترند موجود اليومين اللي فاتوا دول، وكنا لازم نتكلم عنه. شكرًا على المتابعة.